مساء الخير، عاملين ايه يا جماعه؟ هحكي لكم النهارده يومي باختصار كده، حاجه لمحه بسيطه. انا صحيت الصبح عادي زي اي مواطن عادي خالص، ونزلت الصبح. كان عندي مشاوير، نزلت بقى عشان اخلصها. طبعا خرجت من البيت. يعني انت مش فاهم في الحر ماله، اللي احنا قال لك احنا في الموجه بتاعت النينو. طب النينو هيروح امتى؟ ما حدش عارف. نزلنا وقلنا سبحان الله، امر الله، هنتحمل خلاص والدنيا حلوه. بس مش ده الصيف اللي انا عايزه، مش هو ده. انا عايز التاني اللي هو بتاع البحر والبطيخ، ده صعب قوي. بس ما اقدرش افتح بقي، ما اقدرش افتح. الناس عارفه ان انا بحب الصيف، وغالبا هتشتم يعني عشان الموضوع ده. المهم، خلصت الحمد لله وروحت البيت. قام النور قاطع. النور قعد شويه قاطع بقى، فانت قاعد بقى، انت مفيش حاجه، فاهم؟ انت قاعد، انت ايه، في تلاجة شايلين في شتها يعني، فاهم؟ انت متخيل الكتمه جوه البيت عامله ازاي؟ طبعا خدت الكارت بتاع الكهرباء ونزلت، قلت العيب مننا يعني، انا العيب مني. نزلت لقيت جيران واقفين برضو بره جنبي في الشارع. ايه يا جماعه الموضوع؟ قال لك لا، ده الكهرباء قطع. ما كنتش قلت يمكن على المنطقه بتاعتنا. رجعت لقيت فيها هاشتاج فيها هاشتاج على تويتر مع قطع النور. الله، ده الموضوع كبير. انا كنت فاكر مستقصديننا احنا، طلع الموضوع هاشتاج، عاملين له هاشتاج. قلت بقى ايه، نتصفح الانترنت بقى كده. فايه بفتح، كان في الفيديو بتاع على صفحه النادي الاهلي بتاع ايمن اشرف بقى، اللي هم عاملين له وداع بقى، بيودعوه فيرول وبتاع، وحاجه حلوه بقى. انت تشوف الفيديو تبقى مبسوط بقى، حلو قوي، بيشكروه وبتاع. بالمناسبه انا كنت بشوف الفيديو ده والنور قاطع، يعني ما شفتوش على الواي فاي، شفته على الداتا بتاعت الموبايل. فيا ريت لو في حد في النادي الاهلي يعوض، يشحن لنا باقه بس، الله يكرمكم. حد يا معلم، ما الفيديو ده قام نازل على صفحه النادي الاهلي، كان من 5 ساعات، كاتبين تيك تاك وحاطين سارينا. انا قلت الله، سارينا في ايه؟ في حاله جوه، في حاجه حصلت، حد بلغ عننا يعني؟ ما انا مستني الموضوع، حد بلغ، عمل حاجه، مش حدش فاهم. وما شاء الله تبص تلاقيه لحد دلوقتي 389 الف لايك، 56 الف شير، 2 مليون و700 الف. مفيش حاجه، هي صوره سارينا، فاهم؟ بس الناس هرشت اللي فيها بس يا معلم. وبعديها بساعه قاموا منزلين الفيديو ده. خلاص، الفيديو ده اللي هو بقى ايه، في واحد ماشي بقفاه، لابس زونت، خلاص ماشي بقفاه. والمفروض بقى انه كان في ماتش الاهلي والزمالك اللي فات، راح صور جماهير الاهلي، وبعدين راح صور جماهير الزمالك. وفي اخر الفيديو عامل كده، خلاص. وطلع هو امام عاشور، وان امام عاشور اهلاوي ومش عارفه ايه وبتاع. الفيديو يا باشا جايب 597 الف ده لحد اللحظه دي، خلاص. 597 الف لايك، وفي بقى رياكت بقى، كير ولاف ولايك وحاجات كده. 116 الف شير، 3 مليون و700 الف فيو، خلاص. وانا كنت فاكر نفسي اصلا، ما كنتش عايز الصفقه دي تتم بيني وبينكم يعني، انا مش عايز، ما كنتش عايزه يجي يعني. يا عم، اللي يجي لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. فانا ما كنتش عايز الواد يجي بصراحه. امام حلو ولاعيب جامد بس انا ما كنتش. اكتشفت ايه ده، وانا ما كنتش موافق على الموضوع ده لوحدي، ولا انا واتنين، ولا كل دول مرحبين بيه ليه؟ ده كتير يا جماعه، كتير والله العظيم. عايز اقول حاجه على الفيديو ده، ان طبعا اللي ماشي بظهره ولابس بتاع اسود كده، الهودي الاسود ده مش امام عاشور. عشان بس ايه، ما تقولش بقى انا خدت الضربه، لا. يعني جه ماتش الاهلي والزمالك لا، ده مش امام عاشور. هو اللعبه ملعوبه حد بقى لبسوه بالشكل ده وصوروه، ركبوه اصلا على الفيديو الاصلي، ايا كان. بس ده مش امام عاشور، عشان ما حدش بس يقول لك ايه، اصله راح الماتش وما راحش. لا، ده مش حقيقه، واي حد هرش في الفيديوهات هيلقط الحوار طبعا يعني. والله مش عارف، انا دايما بخاطب، عشان يعني انا دايما بخاطب الزملكاويه المحترمين يعني عاده، يعني لاني قصه الكوره دي، ان احنا نخش وننفعل على بعض ونتخانق والحاجات دي، انا دي مش سكتي. وطبعا في جانب اخر من الزملكاويه، في صياح رهيب على الموضوع. وانا شايف بصراحه يا جماعه، انتوا مدين الموضوع اكبر من حقه بصراحه يعني، بيني وبينكم يعني. وطبعا الكابتن خالد الغندور جايب بقى اللي هو الفيديو بتاع امام، اللي هو كان واقف فيه جنب المستشار مرتضى، وبيقول له شكرا بقى يا امام، وانت قلت وبتاع ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين هو جايب لقطه من الفيديو، طبعا الفيديو ده انت تحس ان امام ده مش هو اصلا. ده جاي لابس نظاره، والتاني ما بيلبسش نظاره، فده مش هو. وبعدين الواد قال للمستشار ايه ده، من صغري. هو عارف لو قال لك من صغري، ما كانش راح. اللي هو قال من صغري زملكاء، فخلاص يعني، ده مش هو. انا حاسس ان ده متخفي، ده الافاتار بتاعه. في برضو الكابتن اسامه حسن، اللي هو دايما بيطلع من عند صفحه الكابتن طارق السيد، اللي هو انت برضو بتسال ليه، انت ليه بتطلع من عند، هو مسلفك صفحته؟ طيب يعني الريتش واقع، قال لك خد يا اسامه، او انا مش فاضي يا اسامه، ايدي مشغوله، اطلع من ليه انت بتطلع من عنده؟ ده السؤال الاولاني.
ومن يومين كان منزل فيديو قال لك اقسم بالله، اقسم بالله امام ما هو رايح الاهلي ورايح ليه بتقسم بالله؟ ما هو كل الناس كانت شاكه، انت جايب، انت جبت المعلومه منين؟ اهو راح يا اخويا، اهو راح البتاع، يعني الناس كلها كانت شاكه، انت ليه عملت كده؟ وطالع دلوقتي يقول لك الرهان ومش الرهان. انا حاسس ان الموضوع احنا كبرناه، يعني ادينا له حجم اكبر من حجمه، سواء كزملكاويه او اهلاويه. خلاص بقيتوا بتحبوا امام ورياكت كير ولاف انت ما شفتش منه حاجه، انت شفت منه ايه؟ ولا هي قصه احنا بنكيد في بعض؟ وام بي سي مصر نزلوا بقى جزء من الحلقه بتاعته مع رامز، اللي هو بقى ساعتها يعني انت تبقى ايه، مش حر بقى والنور قاطع والحوار انت بقى ايه جاي لك كل ده؟ بس في النهايه يعني خلاص، يعني هو الراجل راح، وانا ما كنتش عايزه يجي. بس خلاص دي رؤية الإدارة، وإحنا الناس ما عندهاش الرؤية الكاملة زيهم. خلاص هم الناس شايفة كده، خلاص هم يعني هنعمل إيه؟ أمر الله. الواد جاي ومضى باين 5 سنين بيقولوا، هنشوف هيقدر يقدم إيه، هيعمل إيه، الله أعلم. بالتوفيق للجميع. ده كان ملخص يومي بسيط كده وبس. شكرا، تصبحوا على خير.